البنات صافا لاباس عليكم بخير اموركم مزيان. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غير قبل على الصويت ديالي راه يلا فايقه من الناس وقلت نبدا نصور معكم هذا الفلوق هذا. كيف ما كتشوفوا البنات في العنوان، اليوم لانيفرسير ديالي، اليوم عيد ميلادي. صراحه اول حاجه الحمد لله وشكر لله على انه طول لي الله في العمر ووصلت لهذا العمر هذا. ثانيا انا الحمد لله ممتنه جدا لاي حاجه عشتها في حياتي، كانت زوينه ولا كانت خايبه. اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر. المهم البنات كنت جالسه مبيامه عليا قلت طق علاش ما نصورش للبنات الفلوق ديال عيد الميلاد ديالي. صراحه حاولت انه نخلي هذا العيد ميلاد شويه سبيسيال. بغيت صراحه نتهلا في راسي شويه، ندير شي سكين كير، شي ماسكات، شي حاجه. عندي واحد التجربه جد سيئه مع لي باتيسري، ما خليتش فين كومونديت الحلاوي زعما في الاعوام اللي فاتوا، سواء بالنسبه لي زانيفرسير ديالي او لي زانيفرسير ديال العائله ديالي. ما عمرني تلاقيت مع شي حلوه كتحمر الوجه لدرجه جربت جميع الاثمنه. جربت 100 درهم الكيلو، 150 درهم الكيلو، 200 درهم الكيلو، 220 درهم الكيلو، وهاد الاثمنه كاملين وما عمرني ما كليت شي حلوه اللي كتحمر الوجه. لهذا قررت في هذا النهار هذا البنات نصوب شي كيكه على الكانه ديالي، على الشكل ديالي، تكون زوينه، نكون عارفه بعدا شنو دايره فيها في الداخل، وميمطو حتى في الثمن راه غادي تقام عليا مناسبه، ماشي بحال دوك الاثمنه اللي كيكونوا برا غاليين، وكون غير كانت لا كاليتي زوينه ما يبقاش فكره بخير. اول حاجه البنات غادي نبدا بها نهاري وغادي نحاول نعتني براسي شويه. غادي نحاول ما امكن ما نديرش شي ماسك لوجهي، ما بغيتش صراحه تخرج لي شي حبوبه من الجنب ولا شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي غندير هذا الماسك هذا النيف ديال لي بوين نوار، كيبغي شويه ديال الوقت، لهذا غادي نبدا به. ومن بعد غادي ندوز نحك رجيلاتي نرقدهم في الماء سخون مع الملحه ونحكهم مزيان، وندخل ناخذ واحد الدوشه. وميمطو قبل ما ناخذ هذا الدوش هذا غادي نحاول نكمل الكيكه ديالي. ديجا غادي نخلي لكم البنات المقتطفات اللي بديت البارح. صوبت البارح لا جينواز، رقدت البارح الكريمه. اليوم غادي ندوز نزوق الكيكه. صراحه البنات انا خاطري في شي كيكه بحال هذه، زعما بغيتها تطلع لي بحال هذه، هو ما يمكنش هذا صراحه. انا ماشي بروفيسيونيل نهائيا في الكيكات، غادي غير نخربقها في الدار، ولكن ما كرهتش شي حاجه غير بحال هذا الطول هذا وهاد الدميعات هادو اللي كاينين في اللور. الفوق صراحه ما غاش ندير فيه داكشي، حيت ديجا غندير فيه الشميعات ديالي، فبلاش. انا بغيتها غير طلع ليا بحال هكا. ديالي دايو معايا يا ربي تصدق ليا حيت غامض صراحه ودرتها في الدار، ولكن ان شاء الله تصدق كوميم غادي يكون بعدا المذاق زوين، فالشكل نديبانيه وصافي تصورات. صافي البنات انا هزيت واحد 6 ديال البيضات، حاولت نفصل الصفار على البيض صافي، وبديت كنطرب هكا البيض مزيان. طربته صراحه على درجه ديال 3 في الطراب، بقيت بحال هكا كنطرب حتى حسيت بها بدات كتختار. غايبان لكم البنات في الفيديو حتى فاش كتطفيو الطراب وكتهزوه، هذيك لا تيكستور ديال داك الخليط ديالكم ما كطيحش سور بلاص، كيف ما بحال هكا كتحسوا بلي الخليط صافي ولا عقاد ولا كريمو ولا بحال هكا كريمي وثقيل. من بعد البنات كنهز دوك 6 ديال الصفار ديال البيض اللي كانوا حيدت من الاول، كنزيدهم للخليط وكنبقى نطرب مزيان حتى كنحس باللي البيض ديال البيض تجانس مع الصفار ديال البيض بحال هكا مزيان البنات، كيف ما كيبان لكم، حتى تحسوا بلي الخليط ولا كثيف. مشيت هزيت تقريبا 180 غرام ديال الدقيق، بقيت كنغربلو مزيان. انا عندي هذا الغريبيل هذا الصغيور كيعجبني، غربل صراحه مزيان، دايره فيها صراحه بروفيسيونيل. ولكن المهم حنا غاديين مع هاد الكيكه هذه حتى الاخر. صافي زدت شويه ديال الكاكاو، قياس تقريبا كاس ديال العنبه بحال هكاك، حيتاش غنزيد مازال دفعه اخرى. كنغربل البنات مزيان. ومن بعد كنجيب معايا ساشي ديال الخميره الحمراء، حتى هو كندوزو في الغربال وكنغربل كلشي. واكيد ما نساوش البنات شويه ديال الملحه باش بحال هكا نقادو ليها الذوق. صافي كنخلط داك الخليط ديال النواشف مزيان، وكنبدا ديك الساعه نزيدو بحال هكا تقريبا على 3 ديال الدفعات. كندير الدفعه الاولى وكنبقى نخلط بسباتولا مزيان بحال هكا. كنحاول ما امكن ندير بطريقه دائريه باش ما نهرش الخليط وباش ما يطيحش ليا الخليط. المهم البنات كنبقاو هكا مستمرين على هذه الطريقه هذه كما قلت لكم على 3 دفعات حتى كنحسوا باللي صافي دخلت لينا داك البيض مع الخليط ديال النواشف. صافي وكنديروها البنات في مول. حاولت ما امكن كيف ما قلت لكم انا مبتدئه، حاولت ندير الورق الزبده في التحت وقطعته باش يجي لي واحد لو سيركل هكا في الجناب، وباش يسق لكم البنات داك الكارت مع المول كديروا شويه ديال الزبده في اللور. صافي وانا نخوي فيه هكا الخليط ديالي ودخلته على الفران ديال الضو 170 درجه، شعلت عليه غير لتحت تقريبا شي 30 دقيقه عاد باش شعلت الفوق. وهكا البنات خرجت ليا الكيكه ديالي. ما يهمكمش الا بانت لكم بلي طايحه ولا، حنا من بعد غادي نعمروها.
صافي البنات من بعد ما حيدت الكيكه من المول درتها في السلوفان وخشيتها هكا في الثلاجه تبات حتى الصباح ان شاء الله ونكمل عليها. انا في الغد ليه زي شويه ديال الفيتين كان بقى عندي خلطته مع شويه ديال الشكلاط باش نصاوب به ديك الطبقه المقرمشه ديال اللي كدار لينا في الكيكه. و ميم طون مشيت جبت شويه ديال المكسرات اللي كانوا عندي حتى هما رمشتهم وحطيتهم دو كوتي باش نبدا ان شاء الله ندريس الحليوه ديالي. وقبل البنات فاش كنت صوبت لا جينواز البارح صوبت معها حتى الكريم الكريم السائله. جبت معايا من الحانوت 700 غرام 700 ام 700 مليلتر ديال اولالا. هزيتها وخويتها في واحد السوبيره ومشيت ذوبت تقريبا شي 200 غرام ديال الشكلاط الكحل في باغين وخليته حتى برد. وانا نزيدو على ديك الكريمه وخلطتها غير بايدي هكا بالمعلقه وخشيتها في الثلاجه شي تقريبا شي 12 ساعه حتى الغد لي عاد باش طربتها وهي تصدق ليا. كما قلت لكم البنات كنت ديجا بيات لا جينواز ديالي في الثلاجه هنايا كنحيدها من السلوفان ومن بعد غادي نحاول نقطعها. شوفوا راه فاش كتبيتوها في الثلاجه راه فاش في التقطيع ديالها كتجي سهله. من بعد قطعتها على 4 ديال الطبقات تقريبا يكونوا متساويين بحال هكا باش تجيكم الكيكه ديالكم طالعه. صافي كنهز المول فاش طيبتها كنفرش ليه بابي كويسون وكندير عليه اول طبقه كنسقيها بشويه ديال الحليب والقهوه. صراحه داكشي اللي كان عندي باش سقيتها. كنديروا كوش ديال لا كريم كنديروا كوش ديال الطبقه المهرمشه وكنديروا كوش ديال المكسرات ومن بعد كنهزوا بحال هكا شوكولاته ديال الدهن وكنديروا خويطات بحال هكا على الكيكه ديالنا. وصافي كنبقاو نديروا نفس الحاجه طبقه مورا طبقه حتى كنسدوها باخر طبقه اللي هي كتكون لتحت ديال الكيكه. صافي كنخشيوها البنات في الثلاجه تقريبا شي 4 ديال السوايع حتى كتشد راسها مزيان. ومن بعد ثاني كنخرجها وداك داكشي اللي تطليا في لاكريم كنحاولها كنملسو ليها من برا ندورو عليها كامله من برا حتى تكون بشكل اللي هو مثالي. ومن بعد البنات كندوزو باش نصوبوا الكلاصاج ميغوار ديالنا. كاس ديال سنيده صغير وجوج كيسان ديال الماء بمعنى الماء هو الدوبل ديال سنيده. وكديروا الكاكاو على حسب النكهه اللي بغيتو بمعنى تكثروه ولا تقللوه وكتخليوه مزيان فوق البوطه وكتحركوه حتى كيبدا يبقبق يدير دوك الفقاعات وكتزيدوا له 2 المعالق ديال الزيت وكيجي زوين وكتسناو حتى كيبرد وكتخرجوا الكيكه ديالكم من الفريغو من بعد ما شدات راسها وكتخويو عليها داك الكلاصاج ميغوار كيجي ريحته فنه ولا تكستور ديالو خاطره. وهذا البنات هو الاوتفيت اللي غادي نلبس اليوم نضرب به التصاورات بحال هكا ونحتفل به غير مع العائله. صراحه لانيفرسير ديالي ديال هذا العام دوزو غير في الدار غير مع العائله ديالي الصغيره ما مشيت صراحه لتا شي بلاصه ما عرفتش ما شقاتش ليا فقلت غير نجلس غير في الدار ونلبس النيس بحال الا خارجه وناخذ تصاورات يبقاو بحال هكا سوفونير. المهم البنات اختاريت انني نلبس هاد الكسيوه هادي كتجي بحال هكا طويله غزاله يلا شريتها غير مؤخرا مع زويف كحل وسانتور كحله. هاد الرويحه هادي حتى هي يلا خديتها غير مؤخرا. هاد الدبيليج هذا وهاد الخاتم هنايا ها هو وهاد الحلقات وغندير شويه ديال الميك اب اكيد وشي زويف كحل وغادي نلبس هاد الصبيبات هذا الغزال صراحه زوين وكيناسب بزاف هاد المناسبات. وهنايا درت غير هادي ديال لي بيجو ديالي لا ترشق ليا على شي حاجه اخرى ونزيدها وصافي. دابا البنات غادي نحاول نتوجد معكم نحاول ندير هكا شي ميك اب لي خفيف ظريف يجيني بحال هكا لانيفرسير ديالي. المهم اول حاجه البنات غادي نبدا بها غادي نرطب وجهي بهذا كما كنقول لكم ديما انا هذا هو اللي كنستعمل ايزيس فارما. غادي نحاول ناخذ منه شويه بحال هكا غير هذا القياس البنات شفتوا وغنحاول نوزعو على وجهي كامل بحال هكا. انا اصلا يلاه واحد نص عادي باش خرجت من الدوش بمعنى البشره ديالي بدات كتشرب ندير بحال هكا نمصيه مزيان. خصني هنا واحد شويه للجبهه ديالي ندير واحد شويه ونمصيه مزيان. غادي نحاول هنايا البنات نعطي لوجهي فرصه فين يمص هذا الكريم هذا ايدغاطون او ميم طون نمشي انا ونصاوب ويناتي. اول حاجه البنات غادي نبدا بها غادي نبدا بالماسكارا كندير هذه ديال الايسونس شفتوا هذه البنات هذه هي اللي كندير صراحه نحاول نديرها هكا كنقصها ديما انا البنات كتعجبنيش داك تكستور. نخدم بهاد لاباليت هادي في عويناتي باش نعرف شنو كندير هنا البنات. من بعد ما ساليت غادي نحاول نوريكم الريزولطا هكا في عويناتي. شوفوا مازال ما قديت الحجبانيه ما مشطهم والو شوفوا. وهنا البنات من بعد ما سالت الماسكارا راه جلخت كلشي فوق عينيا غادي نحاول نهز ندير الودنين وندير ليه ماورد ونمسح به عيني الفوق. غادي نحاول باش نيطوي هنايا شوفوا واش كيجلخت عيني وصافي البنات دابا نقيتهم. شوفوا البنات غادي نحاول ندوز انني ندير الفوندو تان ديالي صراحه هذه عاد شريتها غير مؤخرا
بيبي روز ديال بيبي روز هادي. يلا خديتها، ما عمرني استعملتها، يلا غنستعملها اول نهار، ولكن تيستيتها في يدي داك النهار عند مول المحل، جاتني صراحه زوينه. هادي افتح وحده فيهم، واخا انا شويه حنطيه، ولكن انا هاد اللون هو اللي تيجيني. ما فهمتش علاش داك ميديوم كيجيني بعض المرات كيكحلني ولا كيزرقني ولا كيصفرني، ما عرفتش حتى داك اللون كيفاش داير. انا صراحه كنفضل هادي. غنديرها معكم البنات ونقول لكم. كاين الصراحه بحال هكا، كاين نفتحوها. فتحوها كتجي بحال هكا، راه واخا افتح وحده ولكن راه اللون ديالها غادي شويه للبيج. شفتوا؟ نديرها بحال هكا، نحاول نوزعها البنات مزيان في وجهي. ندير هكا، غادي نحاول صراحه نكثر شويه حيت بغيت نصور شي تصويرات باش يبان مزيان، وخصني نكثر ماشي بزاف ولكن المهم غير باش يبان في الظاهر. صومبي بالبيوتي بلندر. وانا معكم انا البنات دابا طونكم ما عنديش اونتي سير، غادي نحاول نهز شويه من هذا الفوندو تاع هذا ونديرو فوق عيني حيت صراحه كمل ليا ونسيت ما خديتوش. ونفس الحاجه غنديرها في التحت بحال هكا، وهكا البنات كيكون لي فيه صراحه زوين. وصراحه الراي ديالي الصريح في هذا الفوندو تاع، كما قلت لكم البنات والله الا اول مره كنجربها في وجهي. الطوب صراحه داك النوع اللي دغيا كينسجم، كتحسي بها شويه مزيته، فهمتوا؟ ماشي داك الزيت اللي كثير، ولكن فهمتوا دغيا كدير لها غير بحال هكا كتدفع دغيا. ماشي داك النوع اللي كيتجير، بالعكس زويونه. ولا كولور ديالها قريبه بزاف لا كولور ديالي. واخا البنات راه كما قلت لكم خديت افتح وحده، ولكن صراحه انا وليت عارفه القلب ديال الفوندو تاع ضروري كيخصك تاخدي افتح من البشره ديالك، يلاه كتجي معاها ديك الغامقه ما كتجيش زوينه. المهم انا البنات صراحه هذه تجربتي، ولكن راه تيلمون هذا قالب وكنت كنوقع فيه الزباب ديال الفلوس في دي فوندو تاع زعما بحال لا كولور ديال اكزاكت ولا غمق، بمعنى ديك اللعبه ديال ما كنبغيش نبيض راسي، ولكن لا داكشي ما خدامش. خاصك تاخدي ما فتح منك، يلا كيعطيك لا كولور اللي بغيتي في وجهك. حيت حنا بطبيعتنا ما كنبغيوش شي حاجه تكون كتغمقنا، هي تكون بحالنا تفتحنا واحد شويه، ما نكذبوش. اوكي البنات صراحه عرفت واحد لي فيلم، نحاول البنات نبين لكم خير شويه. شوفوا لي في صراحه شحال زوين، حتى فوق العينين غزاله 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 زويونه البنات. اوكي دابا غادي نحاول ندوز شويه ديال لي لانجات على فمي باش يحيد داك الاثر ديال الفوندو تاع وعلى حجباني ونفيكسيهم. ودابا البنات غادي نحاول نمشط حجباني مزيان غير بهاد لابغوس هادي العاديه عندي انا، هادي نمشطهم مزيان بالطريقه اللي بغيت. عاده باش نهز الفيكساتور ها هو كنستعمل هذا البنات تاع ايسونس. عاد باش غادي نهز هذا ونحلو، نحاول نمسحو مزيان، وديك الساعه كندوزو على نفس الشكل باش نشط حجباني كيجي صراحه توب 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 هكا. اصلا هو داير غير بحال لاكول، ما فيه لا لون لا والو، هكا مزيان وصافي. انا ساليت حجباني. دابا غادي ندوز نرسم الفم ديالي. بالنسبه للبنات القلم باش كنرسم فمي عندي غير هذا، صراحه شريته ب5 دراهم، قديم عندي شي عام هذا ولا عامين. صراحه انا كيعجبني كيجيني زوين. نجرو شويه غادي نطراسي به فمي. انا كنطراسي صراحه غير من هنا هكا، كندير واحد شويه في الوسط هنا وهنايا وهنا صافي، ما كنطراسيش فمي كامل. ومن بعد كنهز لا كولور اللي بغيت. بالنسبه للبنات العكر غنستعمل هذا ديال 3 كا بيوتي الريفيرونس 502، كنديرو غير من الفوق بحال هكا هنا هنا. كنستومبيري شويه وكنزيد عليه هذا البنات ديجا حتى هو شاركته معاكم. هذا البنات كيجي غزال، هو فيه اللوين او ميم طون كلوس. شوفوا كديري بحال هكا وتيطلع الفوق، ها هو بدا كيطلع، شفتوا؟ ندير على فمي وهكا البنات كيجي لوك فينال. شوفوا. وبالنسبه للبنات الفراجو غادي نستعمل هاد لاباليت هادي. صراحه جاني هذا ولا هذا هما اللي قريبين اكثر لاغوب اللي لابسه، ولكن يمكن غنختار هذا الغامق شويه. نديرو بحال هكا وندير به هنايا مزيان هنايا، ونبقى غاديه وكنطلع الفوق. ونفس الحاجه فهنا ندير هكا، ندوز من فوق نيفي شويه. صراحه جاني كاع ما كثرتو. اوكي نعاود شويه هكا، ناري كثرت انايا ما كنكثروش تنكثروا. المهم كندير شي حاجه ماشي هذيك بحال هكا مزيان صافي وحنا سالينا.
واخر حاجه البنات غادي نديروها، غنديروا الباودر ديالنا. عندي هذه كيف ما شاركت معكم ديجا ديال ايسونس، سميتها ماتيفاين يمكن، مهم هكا. وغادي نستعمل معاها هاد البونجه هذه، نحاول ندوز على وجهي كامل باش تفيكسي ليا الميك اب بحال هكا من هنايا، وغندوز بحال هكا باش يعطينا داك الريزولطا هكا مات في الوجه ديالي. صور شحال من حاجه ما بغيتش وجهي تزيت ليا. وصافي البنات، هذا هو الميك اب البسيط ديال نهار لانيفرسير ديالي، بسيط بحال هكا ديال التصويرات ديال هاد المناسبات الصغيورين. شوفوا. ودابا البنات غادي نحاول نقد معكم اللفه ديال الحجاب اللي بغيت نديرها. فهاد اللفه هذه البنات ديالنا غادي نحتاجو زويف كحل. غادي لابسه تحت منه واحد البوني بحال هكا، غادي نحتاجو زيف كحل، نجرو شويه البوني هكا مزيان. اول حاجه البنات غادي نديرها، غادي نحاول نجيب الزيف من هنايا وندوزو من تحت الحلقه بحال هكا، ونفيكسي هنايا بفنيته ونرد هذا اللور. غادي نستعمل البنات الفنيت اللي عندي عاديين بيضين، ما عنديش صراحه الكحلين خساره، ولكن ماشي مشكل ماشي يبان. نفيكسي هنايا مزيان بشي طريقه اللي تشد ليا البوني مع الزيف او ميم طون. نفس الحاجه غنديرها في الجنب الاخر، غنجيب ثاني الزيف ديالي من هنا وندوزو مورا الحلقه بالضبط ونفيكسيه. نفس الحاجه تاني غادي نعاودو نجيبو هذا لهنا ونقادوه من هنايا مزيان ونلصقوها هنايا. نلصقو ديك البلاصه المتنيه هنايا، نعاودو نلصقوها حتى هي بفنيته باش ما ديرونجيناش. فانا ساليت من هذا الجنب وهذا الجنب حتى هو نفس الحاجه. غادي نعاود نفيكسي البلاصه المتنيه. البلاصه المتنيه هي هذه، كديروا ليها بحال هكا، تسدوها هنايا، كتهزوا هاد البلاصه هذه من هنايا، كدوزو تحت الموطون ديالكم هنايا وكتجيبوها وكتخشيوها هنا تحت من هذا الزيف هذا، هنا تحت من هذا الزيف كامل هنايا. وبحال هكا البنات كتكونوا صوبتوا هاد الجديده هذه، كتجي غزاله بزاف، تجي من هنايا هكا تجي مليوحه. نحاولوا هاد الزيف هذا نخشيوه تحت الزيف الاخر هكا، نجروها مزيان من هنا، كتجي جديده بحال هكا. تجي زويونه. نحاولوا نصوبوا الحلقات بالطريقه اللي بغينا، سوا تخشيوهم شويه سوا تخرجوهم، المهم نتوما كتبقاو احرار. وكتجي البسه هكا غزاله. لبست لي بيجو ديالي، لبست هذا البراسلي هذا كما قلت لكم، لبست هذا الخاتم. صراحه بغيت نزيد شي حاجه هنايا، قررت البنات نزيد حتى هاد جوج ديال لي براسلي باش يعمروا لي اليد اليمنيه. وصافي البنات هكا انا غنكون وجدت، ويلا ناخذ التصويرات ديالنا. هنايا البنات زدت واحد السميطه كحله، صراحه جاتني غتجي حسن. وغندير البارفان ديالي. وصافي البنات هكا صراحه كانت البسه ديالي، نتمنى تعجبكم. قولوا لي صراحه الراي ديالكم في لي كومونتير على هاد الكسيوه هادي، على هاد الميك اب هذا الجديده ديال الزيف. قولوا لي واش كلشي زوين، واش كلشي جا هو هذاك، واش كلشي جا غزال. وما تنساوش تباركوا لي في لي كومونتير، وشكرا بزاف لكم. وهذه البنات هي الكيكه اللي صاوبت. شوفوا صراحه ما بيعش زويونه. غنزيد لها هنايا هاد الارقام بحال هكا وبحال هكا. الحمد لله والشكر لله، هذا العام هذا كملت 27 عام. ها هي البنات جات بحال هكا غزاله. وللاسف البنات كنت كنصور ما بيا ما عليا. شوفوا طلقت ليا هذا الكم هذا ديال الكسوه مع الكيكه، كنت كنصور هنايا ويتوسخ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا لا عرفتي شنو، راه حاله صافي. ولكن الحمد لله انني خديت تصاورات زوينين. فتا الا خسرات راه ما بقاتش فيا، توسخات صافي تدي معاها البس ديالها وصافي. المهم البنات هذه هي الكيكه طلعت بحال هكا. شوفوا راه انا اللي صوبتها في الدار. شوفوا كي جات غزاله تبارك الله، جات عاليه. ندورها لكم، جات عاليه. ما درت فيها صراحه حتى الفوق والو، درت غير الشميعات ديال العمر ديالي وصافي. ودرت معاه كما وريتكم البنات هذا البوكي هذا، صورت به صراحه بزاف ديال التصاورات، جا صراحه زوين وجاني زوين مع الكسيوه ديالي. وصافي البنات دابا غادي نحتفلوا مع العائله، الا اصلا قدرنا مازال نحتفلوا بهاد الروينه هذه اللي وقعت. سبحان الله ديما هاد الالوان الفاتحه تيديروا التكرفيس، خصوصا الكيكه ديال الشكلاط
تيتكرفسوا بزاف على الحوايج، ماشي غير مره ماشي جوج وقعت ليا. وهنا البنات غادي نوصلوا للاخر ديال الفيديو. صراحه الحمد لله والشكر لله، دوزت واحد العشيه زوينه غير مع العائله ديالي، احتفلنا غير في الدار، درنا شي حاجه غير جلسه هكا، درنا غير جلسه بسيطه وظريفه. وصراحه انا جد صراحه ممتنه في هذا النهار هذا. انا كيعجبني نحتفل بعيد ميلاد، وكيعجبني انه نبقى هكا نفكر بطريقه عميقه في السنوات. هو صراحه السنوات دغيا كيطيروا، ولكن الحمد لله والشكر لله كيكون شي عمر خاصنا ولا بد نوصلوا ليه باش نعيشوا شي حوايج. لهذا ما عمركم تفكروا في العمر بانه ناري بديت كنكبر، لا ناري انا دغيا وصلت الثلاثينات، لا دغيا وصلت الربعينات. بالعكس عيشي كل عمر كيف ما خاصو يتعاش، عيشي كل سنه بالحلو ديالها والمر ديالها. المرات كيكونوا السنوات فاش كنكبروا كثر في لاج هما السنوات الجميله في العمر ديالنا. بعد الخطرات الحاجه الزوينه اللي غادي نعيشوها في هذه الحياه كتسنانا هنايا في القدام. اما الماضي داز، بمعنى حاولوا ما امكن تمتنوا جدا، تكونوا ممتنين للعمر ديالكم. انا الحمد لله والشكر لله ممتنه، ممتنه الحمد لله لهذا الشيء هذا اللي وصلت ليه في حياتي، في النفسيه ديالي، بالطريقه كيفاش وليت كنشوف الحياه صراحه. كل ما كنكبروا كنبداو نشوفوا الحياه على الحقيقه ديالها، وكنوليو عارفين كيفاش خاصنا نعيشوا الحياه. وهادشي اللي كاين البنات. انا صراحه يلا دابا غسلت وجهي، بدلت عليا، يبان لكم سارده حيت يلا غسلت وجهي. غادي نحاول غير نشف دابا وجهي وندير سكين كير ديالي صافي ونمشي نعس. تالمو عييت صراحه غير بالتصوير اما ما درت حتى شي حاجه من غير التصوير وصراحه شويه ديال الطياب. وقبل ما ننسى البنات، النصيحه اللي غادي نعطيكم: عيشوا الحياه، ديروا اي حاجه بغيتوها غير في حدود انها تكون كيحللها سيدي ربي. عيشوا حياتكم بالطريقه اللي بغيتو، ما تهتموش لاراء الناس. الا كان بصح البنات شي درس تعلمته في 27 عام هو انه الحياه كتعاش مره واحده. ما تفرصيوش راسكم لانكم تعيشوا شي حوايج خايبين، بالعكس حاولي ما امكن تعيشي الحياه اللي بغيتي، وكوني اكيده انه كل ما اجتهدتي باش توصلي للحياه اللي بغيتي اكيد غادي توصلي ليها. حاولي ما امكن تكوني افضل نسخه منك، سواء في الدين ديالك، في الخدمه ديالك الا كنتي خدامه، الا كنتي ربة بيت، حتى في انك تكوني زوجه صالحه، انك تكوني الا كنتي باغا تقراي تكوني تلميذه مجتهده، تكوني مرضيه والديك، تكوني حاولي تكوني احسن نسخه فيك. وحاولي ما تعطيش اهميه نهائيه للهضره ديال الناس. ديال بصح كل ما كنكبروا كنبداو نعرفوا انه الناس لا قيمه لهم في حياتنا، خصوصا الهضره ديالهم، خصوصا الا كانت سلبيه. حيتاش حنايا الناس ما كيزيدونا ما تينقصونا، بالعكس عيشي انت الحياه ديالك كيف ما بغيتي، كوني مرضيه الله سبحانه وتعالى، كوني مرضيه لوالديك، وداكشي الاخر كامل ما تيهم. المهم البنات كثرت عليكم من الهضره، جاني شويه ديال الحنان والعاطفه في هذا نص الليل، وجاتني على الهضره اكثر. المهم البنات دابا نشفت وجهي، غادي نحاول ندير سكين كير ديالي. هو نورمالمون كما قلت لكم البنات ديما في الفيديوهات ديالي كنوب هاد الجوج هادو. ديجا البارح يمكن لا درت هادي، فاليوم غادي نحاول ندير هادي ولا بيلو وصافي. هذا الكريم هذا ديجا بارطاجيته معكم في المشتريات ديالي. كاين شويه من هكا، قربت صراحه تسالى تقريبا قد هكا. وغندير صراحه واحد لاكوش شويه دايره غليظه، حيت كنت صراحه اليوم دايره ميكاب ثقيل، يلا البشره ديالي تقدر تغطي ليا شويه وترطب ليا شويه. نزيد شويه لجبهتي، ديما جبهتي كيخصها الحساب حيت هذيك لاكوش الاولى كنخلطها ديما في حناكي وكنسى الجبهه ديالي. يلا ما تحشميناش مع المتابعين. صراحه البنات انا هاد لاكريم هادي كتحمقني، هاد البوماده هادي كتحمقني بزاف، وانا ما كنديرهاش غير كبوماده، بالعكس كنديرها كماسك، بمعنى كندير واحد الطبقه دايره غليظه شويه، والصباح كيصبح وجهي غزال، كيصبح زوين ومرطب ومغدي وفيه واحد لابغيونس زوينه ما شاء الله. داكشي علاش كنكثرها شويه. صافي البنات من موراها غندير لابيلو هكا، وغندير الكريم الايديه هذا. صراحه هذا زوين بزاف، خصوصا الريحه ديالو. صراحه الترطيب ديالو ما بيهش ماشي شي حاجه طوب، ولكن الريحه ديالو غزاله. انا الجليسوليد ديالي ما عرفت فين نسيتو، جليسيرين ما عرفت فين تجلى ليا، فغير هذا اللي قريب ليا هذا اللي درت. حاولوا البنات نماصيه مزيان، راه زوين دغيا كيتشرب.
خايبه لكم هكا دغيا غادي تشرب. غادي غنبقى ننصح، حاولوا البنات الا درتو هنا ديما ديروا هنايا وهبطوا شويه بحال هكا، حيت البلاصه هذه كتعرض اكثر للشمس وكيكون فيها لي زاكسيسوار، فما فيها باس حتى هي نرطبوها. صافي البنات شوفوا راه دخلت هي البشره ديالي. وصافي البنات هادشي اللي كاين، الحمد لله وشكرا لله، هادشي اللي كاين في النهار ديالي. كنحماق عليكم البنات، تهلاو ليا في راسكم. وإلا عجبكم هذا الفلوق هذا نبقى نفلوغي لكم مره نفلوغي لكم بحال هكا الا سافرت ولا مشيت لشي بلاصه ولا كان عندي شي نهار سبيسيال. نحماق عليكم، تهلاو في راسكم. حتى الفيديو اخر